ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، اليوم وكما شاهدنا في القناة الرئيسية كان هناك الإعلان عن واحد خبر مهم جدا، أو توقيع صفقة ما بين شركة بوينغ الأمريكية المشهورة وما بين الجيش المغربي أو القوات المسلحة الملكية أو إدارة الدفاع الوطني في المغرب. فهذه الصفقة متابعينا الكرام متعلقة بتصنيع أجزاء من مروحيات الأباتشي الهجومية، اقوى مروحيه هجوميه موجوده في العالم. وباش نرجعوا شويه للور متابعينا الكرام، ففي سنه 2019 قام المغرب بتوقيع صفقه مع الولايات المتحده الامريكيه من اجل اقتناء 36 مروحيه هجوميه من طراز الاباتشي بنسخه الجارديان، لان الاباتشي فيها العديد من النسخ، ولكن احدث نسخه في مروحيات الاباتشي هي نسخه الجارديان، وهي التي قام المغرب باقتنائها، وهي أقوى مروحية هجومية عسكرية في العالم. حتى هذه اللحظة لم تستطع أي دولة، لا روسيا لا الصين ولا غيرها، الوصول إلى المستوى ديال مروحيات الأباتشي الهجومية. فالمغرب قام باقتناء هذا العدد من المروحيات، وبطبيعة الحال هي إضافة قوية جدا للقدرات الدفاعية والعسكرية للمملكة المغربية. واليوم متابعينا الكرام بشكل رسمي تم التوقيع اتفاقية مع شركة بوينغ باش تنقل لنا التكنولوجيا ديال تصنيع مروحيات الأباتشي إلى المغرب. هذه المسألة متابعينا الكرام ليست بالمسألة السهلة وليست بالمسألة البسيطة. فحينما نتحدث على أن شركة بوينغ كتعطيك تكنولوجيا تصنيع ديال مروحيات الاباتشي، فهنا كيعني على ان المملكه المغربيه وصلت لواحد المستوى ديال صناعه الطيران اللي بطبيعه الحال مستوى كبير وغير مسبوق. فان كنا نتحدث في السابق عن صناعه اجزاء الطائرات المدنيه والهياكل ديالها والانظمه ديالها وكل ما يتعلق ب يعني الطائرات المدنيه، فنحن اليوم دخلنا لعالم جديد اللي هو تصنيع الطائرات العسكريه اللي هي الصناعه العسكريه. فهذه المصانع اللي غادي تداروا في المغرب هي اصلا شركه بوينغ عندها مصانع في المغرب، تحديدا في النواصر في الدار البيضاء، لكن الان ستقوم بانشاء مصانع مخصصه للتصنيع العسكري، مخصصه خصيصا لمروحيات الاباتشي الهجوميه. هنا كنتحدثوا اولا على ان عمليه التصنيع غادي يشاركوا فيها المهندسين المغاربه، غادي يشاركوا فيها المغاربه. تصنيع اجزاء مروحيات الاباتشي سوف تتم هنا في المغرب، ليس فقط سوف توجه للسوق المغربيه يعني لمروحيات الاباتشي المغربيه، وانما سوف توجه للتصدير نحو الخارج. بمعنى اخر ان المغرب من الان فصاعدا سوف يشارك في عمليه تصنيع مروحيات الاباتشي. طبيعه الحال نتحدث عن تصنيع اجزاء المروحيه، نتحدث عن تصنيع قطع الغيار، وهذه مساله مهمه ومهمه جدا، لان اقتناء المروحيات ديال الاباتشي، ومن المعروف ان مروحيات الاباتشي مروحيه اللي هي مكلفه نوعا ما، ولكن فاش كيكون عندك مصنع، يعني فاش كيكون عندنا مصنع في المغرب كيصنع قطع الغيار وكيدير الصيانه هنا في المغرب وكيقوم بتحديث المروحيات هنا في المغرب وكيدير يعني جميع الامور المتعلقه بهذه المروحيه هنا في المغرب بايادي مغربيه بخبره مغربيه بمشغلين مغاربه، فهنا كتحيد عليك واحد التكلفه كبيره جدا ديال هذه المروحيه. وهذه المساله ليست بالسهله متابعينا الكرام، لانها غادي تعطينا واحد الدفعه قويه جدا، ليس فقط في التصنيع العسكري وانما ايضا في تصنيع المروحيات والطائرات وهذا المجال بصفه عامه. اذا الصفقه تم توقيعها اليوم، ويعني القيمه ديالها تقريبا 150 مليون دولار كما اعلنوا من خلال البيان الرسمي اليوم عفوا. والان يصبح المغرب البلد الافريقي الوحيد، ونفتخر في هذه المساله هذه، الذي يدخل مجال الصناعه العسكريه من اوسع ابوابه. نتحدث هنا عن مروحيات الاباتشي، اقوى واحدث مروحيه هجوميه في العالم. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.